احسن الاحوال ان شاء الله. هذا النهار جيتكم بالخبز، خبز ديال الدار. غادي نديرو باكيطات صغارات وكذلك الخبز المدور. كما كتعرفوا في هذا الكونفينمون اضطرينا كلنا باش نخبزوا في الدار اولا نعجنوا في الدار. اغلبنا يعني، كاين اللي باقي كيشري الخبز ولكن الاغلبيه كيجيبوا الخبز كيعجنوا في الدار. انا شخصيا ما كنتش كنعجن في الدار، يعني حياتي كامله كنت كنعجن مره في الوقت، ولكن دابا وليت كنعجن في الدار والصراحه ما ندمتش. يعني احسن حاجه درتها وغنبقى نديرها من دابا الفوق هي انني نعجن خبزي في الدار. الخبز ديال الدار كيكون صحي وعارفه شنو دايره فيه ونقي، يعني ما كاين ما احسن. دابا غادي نمروا ان شاء الله المقادير وغادي نمروا لطريقه التحضير. عندنا هنايا الدقيق الكامل كما قلت لكم، تقدروا تستعملوا الدقيق الابيض. انا عندي هنايا كيلو ونص، الا هزاتوا ليا العجانه غادي ندير كيلو ونص ان شاء الله. عندي هنايا معلقه ديال الملحه ماشي عامره بزاف، عندي معلقه عامره ديال خميره الخبز، عندي الحليب بودره واحد المعلقه معلقه ونص. هذا اختياري ماشي ضروري، انا كيعجبني كيجي فيه مزيان، جربته لقيتو كيجي فيه مزيان، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ماشي مشكل. عندي هنايا واحد 2 معالق ديال الزبده، وعندي الماء دافئ باش نعجنو ان شاء الله. هنايا عندي الدقيق ديالي، ضفت الدقيق نضيف له الملح ونضيف له الحليب بودره وكذلك الخميره ديال الخبز اللي ديجا ضفت لها شويه ديال الماء باش تدفع. غادي نخدم العجانه ديالي، غادي نضيف الماء شويه بشويه. ديالنا راه كيتعجن، نخليوه يتعجن على خاطرو حتى يتعجن مزيان، عاد نضيفو له بعد ما الخبز ديالنا تعجن مزيان غادي نبقاو نضيفو له دوك المرسويات ديال الزبده بحال هكا حتى الاخير. ونخليو ديك الزبده تدخل مزيان، تدخل مزيان الزبده وصافي ونبقاو. فوالا هنايا كنحس بلي العجينه تعجنات مزيان وديك الزبده دخلت معاه. دابا غادي نحيدوه ونديروه فشي حاجه باش نخليوه يخمر. دابا غادي ندهن هذا البول عندي بزيت الزيتون كما كتشوفوا، وغادي نبدا عندو العجينه باش نخليها تخمر بهذه الطريقه. الزبده الا ما دخلتش مزيان نقدروا نكملوا لها هكا بيدينا وندخلوها هي في الاخير غادي تذوب، ملي كيخمر كتذوب في الداخل. فوالا ونخليوها تخمر، نغطيوها بواحد البلاستيك الغذائي ونخليوها تخمر. فوالا انا غطيتها بواحد البلاستيك، غادي نغطيها بواحد لا سيرفييت. فوالا البنات، من بعد ما درنا كويرات وخليناهم يرتاحوا، كويرات ماشي كبارات بزاف، مويان، غادي نبداو نسرحوهم بهذه الطريقه، وغادي نستعنوا بالدلاك غادي يعاوننا، لان الا سرحناهم بيدينا غياخذ لنا بزاف ديال الوقت. من الاحسن نستعنوا بالدلاك كيساعد. نبقاو نرشوا الدقيق باش ما تلصقناش العجينه على سطح العمل وحنا كنسرحوا. نكملوا هكا حتى
الخبيزه ديالنا تكون رقيقه في الاخير بحال البيتزا، على شكل بيتزا. عاد نبداو نروليوها. نزيدو باقي نسرحوها شويه، باقي ما مسرحاش مزيان، الاحسن تكون رقيقه كما قلت لكم. عاد نبداو نروليو. فوالا غادي نبقاو نروليو بهذه الطريقه حتى الاخير. نبداو بالطرف ديال العجين، حنا كنلفو حتى الاخير. من بعد نهزو داك الطرف الاخير نبقاو نلصقوه مع بقيه العجينه باش ما تحلناش. داك الطرف نلصقوه مع الباكيطه ديالنا. صافي، ها هي الباكيطه ديالنا وجدات. دابا نديروها في واحد البلاطو اللي غادي يدخل الفران، غادي يكون فيه داك ورق الطبخ من التحت باش ما تلصقناش الخبيزه ديالنا. نحطوها باش نخليوها ترتاح شويه. ندير معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه نيشان. كما كتشوفوا البنات، حتى انا ماشي محترفه في الخبز، ماشي بزاف ملي كندير الخبز كما قلت لكم، ولكن الانسان كيتعلم. كل مره كتحسي راسك تعلمتي حاجه اخرى، كل مره كتحسي بانك بديتي كتقني الحاجه احسن من المره اللي فاتت. الوغ ما نعكزوش وما نقولوش بلي لا ما كنعرفش انا ندير هذه الحاجه. الاحسن الواحد يزعم ويحاول، واكيد غادي ينجح. فوالا غادي نبداو ثاني نلفو في هاد الخبيزه ديالنا حتى نشكلو واحد الرولو كيما هكا. ونلصقو الطرف الاخير هي هكا بصباعنا، نحاولوا نلصقوه مع بقيه العجين. نخليوها ترتاح طبعا. دابا غادي نمروا نديرو خبيزات نورمال عاديين مدورين. يعني هادو ما فيهم حتى شي حاجه، عادي نقرصوهم وما نديروهمش بزاف رقاق. هادو بالعكس خصهم يكونوا شويه غلاظ، لان اصلا الخبز ديال الفران ماشي بحال الخبز ديال المقله. الخبز ديال المقله كنقرصوه شويه رقيق على هادو، ولكن هذا ديال الفران كيكون شويه غليظ. نعاودو واحده اخرى. اصلا ما كياخذوش حتى الوقت، ما كاملاش دقيقه. انت كملتي الخبيزه ديالك. فالواحد حتى ما الا ما قدرش يدير الباكيت مثلا، يدير خبيزات مدورين في البدايه حتى يتعلم، ومره اخرى يدير الباكيت. ولكن ما قلت لكم هما الباكيتات ديالنا خليناهم باش يرتاحوا، نغطيوهم بشي سربيتات ونخليهم يرتاحوا واحد المده ديال ربع ساعه حتى 20 دقيقه. بعد ما كيرتاحوا كما كتشوفوا هما بداو كيتنفخوا. دابا غادي نديرو فيهم خطوط او تقطيعات ولا ما عرف كيفاش نسميوهم بالموس. خاص الموس يكون ماضي، اللي ما عندوش الموس من الاحسن الززوار او موس ماضي. ونشكلوا هاد الخطوط او هاد التقطيعات. انا في هاد الاثناء شعلت على الفران وكيسخن،
نسخنوا الفران ومن بعد ندخلوا الخبز ديالنا يطيب. دابا غادي نوريكم الشكل النهائي البنات. الخبز رائع رطيب كما كتشوفوا وكيشهي، واحد الريحه طالعه منه ما شاء الله. فوالا ولا البنات غادي نخليكم هنايا كما كتشوفوا الخبز سخون باقي. نخليكم هنايا البنات وكنتمنى تحاولوا ديروا الخبز، والى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.